السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أندية الدوري كل أندية الدوري بلا استثناء عندها مدرب إلا نادي الزمالك. كل أندية الدوري حددت المعسكرات بتاعتها ورجوع اللعيبة بتاعتها من أجازاتها إلا نادي الزمالك. نادي الزمالك بيعمل ده كله في وسط أهم موسم إحنا داخلين عليه. يعني أهم موسم إحنا داخلين عليه، موسم فيصلي جدا يعني، فأنت لازم تخلي بالك قوي. طب أنت متأخر قوي قوي بعيد عن اللي حواليك كلهم، وده غلط يعني. فربنا يستر، عايزين خطوات سريعه يعني. احنا كجمهور محتاجين نطمن على فرقتنا، محتاجين نعرف احنا السنه الجايه هنعمل ايه، السنه الجايه ايه طموحنا. انا واحد من الناس، انا قلت في الفيديو اللي فات انا مش عايز اي حاجه، انا لا عايز بقى كونفدراليه ولا عايز كاس مصر ولا عايز سوبر ولا لا. يا باشا انا فيصل في الدوري، انا عايز العب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، انا عايز العب كاس عالم 2029، من حق ان انا العب كاس عالم 2029. فانت بده كله اصلا متاخر، عشان اصلا يعني انت لسه لا جبت مدرب ولا مشيت اللعيبه اللي احنا مش عايزين نشوفها تاني بتيشيرت النادي اصلا، ولا حتى جبت لعيبه، ولا حددت معسكر، ولا حددت رجوع اللعيبه بتاعتك من الاجازات. متاخر متاخر قوي. فربنا يستر الموسم اللي جاي ده بجد يعني، وان شاء الله الفتره القصيره اللي جايه نسمع اخبار حلوه يعني، تدي الواحد امل شويه عن الفرقه يعني. اتمنى يعني. دي حاجه يعني. وتاني حاجه انا عايز اتكلم فيها، التحفيل. التحفيل في الكوره شيء عادي وممتع، وممتع جدا يعني. ده طبيعي ان احنا نحفل يعني. طب التحفيل هو ملوش قوانين، هو ملوش قوانين. مش لازم ابقى مشارك معاك في نفس البطولة عشان احفل عليك. لا، ما ملهاش شرط. عادي يعني، انت بتحفل عليا في ماتشات ودية، مش هقول لك بقى ستالنبوش والكلام ده، لا انت حفلت عليا في ماتش ودي. صح، صح. فمن حق ان انا احفل عليك، ده طبيعي. طب وانت مثلا عشان بتلعب انت في كاس العالم وانا مش مشارك فما حفلش عليك؟ لا غلط طبعا، هحفل عليك برضه عادي. هو التحفيل كده، هو التحفيل بماتش مش ببطولة. يعني انا بحفل عليك بماتش مش ببطولة، حتى لو في اخر البطولة دي انت خدتها، دي مش مشكلتي. وانا هحفل عليك اخر احوش بقى تحفيل السنة كله لحد الموسم ما ينتهي وبعد كده احفل عليك؟ لا، بحفل عليك الماتش بماتشه. صح. جوه البطولة ايا كان البطولة بقى اللي انت مشارك فيها، سواء انا مشارك فيها ولا لا. دي حاجة يعني. آه... تاني حاجة، في ناس كتيرة يعني معرفة يعني، مم، متضايق منهم انا شوية بصراحة، سواء اهلاويه او زملكاويه بصراحه، اللي بيشيروا بوستات لرئيس نادي قديم، وده في الزمالك وفي الاهلي بيشيروا بوستات لاعلامي كبير يعني. خلي بالك الناس دي الاتنين يعني كانوا من ضمن الفتن اللي حصلت 2011 في الكوره. من 2011 لحد دلوقتي يعني الناس دي اتسببت في موت ناس. وارجع للتاريخ واقرا واسمع وشوف وخش واتكلم مع الناس القديمه هتلاقي فعلا الناس دي كانت سبب كبير قوي من ضمن اسباب استشهاد اخواتنا من جمهورين يعني. فما تخليش دوت يأثر على رأيك في التحفيل، او دوت يخلي عندك ضغينة في الموضوع. لا، الموضوع بصدر رحب عادي، انا لازم انكشك وانت تنكشني والدنيا تمشي طبيعي يعني. دي متعة الكورة والله. ربنا يستر يا جدعان.